عارفين لما نبقى كلنا مثلا في مطعم جانك فود فظيع ولا اكل تقيل قوي وكله دهون ونشويات وحاجة مش صحية خالص، وبعدين لما مثلا نسأل الناس تحبوا تشربوا ايه، فواحد يقول عايز اشرب بيبسي دايت. طبعا بيبقى تريقة القعدة، اللي هو يعني هو كل الاكل ده اوكي لكن البيبسي هو اللي فيه مشكلة. خلينا نتفق ان المبدأ ده في حد ذاته مبدأ كويس، مبدأ اني اخد خطوة ولو صغيرة ناحية الحاجة اللي انا عايزة احققها. احيانا كتيرة احنا بنخاف او بنكسل نحقق اهدافنا بسبب ان احنا عايزين نحققها كلها مرة واحدة على اكمل وجه. فتجيلي مثلا ام ما لعبتش رياضة بقالها 10 سنين، نفسها تروح الجيم كل يوم لمدة ساعة ساعة ونص، فمش بتروح خالص. لكن لما بنتفق ان هي مثلا تبدأ بان هي تمشي نص ساعة 3 مرات في الاسبوع، هدف يعني بسيط وسهل وتقدر تستمر عليه، بتبدأ تاخد الخطوة، فجسمها بيبدأ يتعود على الرياضة، فبتبذل مجهود اكتر، فبتتنشط اكتر، بيبقى عندها حماس من الانجاز اللي هو انا بقالي كتير قوي ما مشيتش فابتديت امشي، فبتبدأ ترجع تروح الجيم. عندي أوضة مليانة كراكيب عايزة ادخل اطحنها كلها، فسايباها بقالي شهور. لكن الحقيقة ان انا لو كل يوم او كل اسبوع دخلت خدت حتة صغيرة وروقتها، كان زمانها خلصت من زمان. فكرة الخطوة الصغيرة مش اني لازم اعمل احسن حاجة، مش لازم اكل هيلثي فود على طول علشان ابقى مبسوطة بنفسي. لا، على فكرة لو افترضنا ان البيبسي دايت احسن من البيبسي العادي، خلاص طب ما دي خطوة كويسة. لو افترضنا ان انا هشيل العيش بس من اكلي، خلاص طب ما دي خطوة كويسة، اكيد احسن من لما باكل مثلا عيش في ال3 وجبات. مش هبقى مستنية ان انا اقطع الرز والمكرونة والنشويات والحلويات كلها مرة واحدة، فبتبقى النتيجة ان انا ما بعملش حاجة. فعلى قد ما موضوع البيبسي دايت مع الاكل الجنك الفظيع ده حاجة بنقعد نضحك عليها كلنا، على قد ما الفكرة فكرة صح جدا، اني اخد خطوة صغيرة وبعد ما اتعود عليها اخد خطوة كمان، فتبقى عادة ورا عادة ورا عادة، بتبقى حياتي بشكل عام بتتحسن، بدل لما افضل مستنية لما تبقى اقلب حياتي كلها على احسن وجه، اللي هو كلنا وانا اول حضراتكم ما بنعرفش نعملها كويس. فالمرة الجاية لما تكونوا بتاكلوا أكل تقيل ولا بتاكلوا جانك فود وحد يطلب بيبسي دايت، تعالوا نعمل زيه، بلاش نتريق عليه. سلام عليكم.